النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر تعال. نعم يا رسول الله. قال اذهب الى قريش، ادخل لهم وقل لهم ان الرسول ما جاي يقاتل، الرسول جاي يبغى يعتمر وبيرجع. قال عمر يا رسول الله اما ما وجدت الا انا، والله ما خفت من قريش، انا ما علي من قريش، لكن قريش ما تغيظ احدا مثل عمر. انت تعرف قريش تكرهني كره عجيب، وان دخلت عليهم اجهزوا علي وقتلوني وما بلغت رسالتك، لكني اشير عليك برجل افضل مني وهو له قيمة عند قريش اكثر مني، له عزوة، انا ربعي مو موجودين بني عدي، مو هناك. فقال من يا عمر؟ قال عثمان بن عفان. قال حسنا قلت. تعال يا عثمان، عثمان ادخل على قريش واخبرهم وقل لابو سفيان ان الرسول محرم، هو صحابته ما جو لقتال ولا معنى حرب ولا معنى عتاد للقتال، حنا جايين فقط نعتمر ونمشي. يا جماعة ترى المهمة صعبة، مهمة فيها قتل، مهمة فيها موت، مهمة فيها نهاية. قال عثمان افعل يا رسول الله. دخل عثمان رضي الله عنه وارضاه وقابل ابو سفيان وبدأ يشرح له الرسول جاي مع 1400 وجايين يبون يعتمرون وتراه بيطلع. يقول عثمان فنظرت عيني الى الكعبة، اشتاق لانه من 6 سنين ما شاف الكعبة. يقول تركت ابو سفيان يسولف وانا جالس اناظر في الكعبة من شوقه اليها وحنينه للكعبة، محروم منها. ابو سفيان ذكي يبغى يكسب عثمان. قال يا عثمان اذا اردت، والله انك رجل ذو مكانة عندنا رغم ما بيننا وبين محمد ودينك، لكن اذا اردت ان تطوف بالكعبة فاذهب فانا قد سمحنا لك تطوف فيها. وانتفض عثمان. قال والله ما كان لي ان اطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما اطوف فيها حتى يدخل النبي ويطوف. شوفوا دقة الاتباع ودقة التمسك بما جاء به النبي. انا جايب رسالة، اما اطوف بالبيت والرسول برا لا. الناس اللي جالسين مع الرسول على حدود مكة ما دخلوا عند الحديبية، يقول يا حظ عثمان، تتوقعون الحين يطوف بالبيت؟ شكله خلوه يطوف وطاف. الرسول ما شاف عثمان، عثمان داخل ما بعد رجع. قال النبي والله لم يطف، والله لم يطف ولن يطف عثمان ما لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يعرف اصحابه. قال لابو سفيان يا عثمان نحن لن نسمح لمحمد ان يدخل، لكن طيب شو نسوي عشان نستعد لو قلنا لمحمد انت داخل اخاف يقاتلنا؟ قال ابو سفيان احجزوا عثمان عندكم. ربطوا عثمان، والعادة ان المرسول يسمونها الرسول له كرامة البقاء وعدم الايذاء، لكنهم ربطوه او بمعنى اصح حجزوه ومنعوه ولم يؤذوه. وصلت رسالة الى النبي اشاعة ان عثمان قتل داخل، قتله ابو سفيان وقتلوه كفار قريش. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام ايقتل عثمان؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس من يبايعني منكم على الموت حتى ننتصر لعثمان. ومد يده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة فتخاطفت الايدي، كل واحد يمد يده انا ابايعك انا ابايعك يا رسول الله، حتى بايعه 1400 انسان وقفوا في صلح الحديبية رغبة في الدفاع عن عثمان. ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده وضرب يده، قال اما هذه فبيعة لعثمان عنه. الرسول بايع عن عثمان. قال العلماء والله ان مبايعة بيعة النبي عن عثمان بيده خير من مبايعة كل من وقف في ذلك الموقف. وانزل الله جل وعلا في ذلك الموقف ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. فبايع الناس، لكن تبين ان عثمان لم يقتل ورجع عثمان فرضي الله عن هذا الفعل وهذا الصنيع، فانزل الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. الله راضي عنهم. قال من ينفق على العسرة وله الجنة؟ يوم انبر لها عثمان رضي عنه قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. الحلس، وش الحلس او الحلس؟ الحلس هو كل ما يوضع على ظهر الدابة من رماح ومن سيوف ومن دروع وما يحتاجه الغازي، والاقتاب ما يحتاجه من طعام ومن زاد ومن شراب وكل ما ياخذه معه قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها
وأقتابها يا رسول الله. ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لعثمان، اللهم اغفر لعثمان. ثم نزل من الدرجة 3 درجات المنبر ونزل على الدرجة الثانية، قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان قال علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها. يا جماعة الصدقة الإنفاق ترى له لذة، والله له طعم، والله ما يعرف إلا أصحاب الصدقة. ولذلك عثمان، وبعدين لاحظوا ما قال بس 200 بعير، لا 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 لا، كملها بأحلاسها واقتابها وعتادها وزادها وسلاحها عشان تكتمل يا رسول الله الصدقة، واكمل ما تجملت به امام الله وما اردت به وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تبرع بها بال200، قال النبي ما ضر، قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اعطه الجنة، اللهم اعطه الجنة، او اللهم ارضى عن عثمان. ثم نزع العتبة الثالثة قال من يجهز جيش العسرة؟ قال يا رسول الله لك مني 950 بعير و50 فرس بأحلاسها وأقتابها. قال النبي ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم قال النبي يقولون 300 عالم في وقت الإمام أحمد كلهم قالوا بخلق القرآن من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا 2، أحمد بن حنبل ورجل شاب عالم اسمه محمد بن نوح، يعتبر الإمام أحمد واحد من طلابه. قال لابن إسحاق من بقي ما قال بأن القرآن مخلوق؟ قال بقي أحمد بن حنبل وبقي محمد بن نوح. قال امتحنهم، يعني اسألهم، فإن قالوا بقولي وإلا حملهم جيبهم على بغلة عندي وأنا أتفاهم معهم. يقول فجابهم وسألهم ماذا تقولون؟ قالوا نقول بأن القرآن هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. قال ترى العلم بيتغير. قال هذا اللي عندنا. طلع الإمام أحمد ثم أرسل العسكر. يقول الإمام أحمد طرقوا علي الباب في يوم فتحت، يقول فإذا بي أرى جنود الشرطي هذا والي بغداد، يقول فلما رأوني قالوا إن الوالي قد أمرنا بحبسك وربطك ونبي ناخذك نرسلك للخليفة. يقول والله انهم كبلوني، تخبرون السلاسل اللي يجي فيها كور كبيرة، يقول كبلوني بسلاسل والله ان وزنها اثقل من وزني، ثم وضعوني على بغلة ومحمد بن نوح على بغلة اخرى، والله انه وضعت يداي خلف ظهري، وان الذي يسوس البغلة يضربها اكرمكم الله يضربها بقوة حتى تركض، فاذا ركضت ملت اسقط. يقول فبدأت أعض بفمي بأسناني على ظهر الدابة إذا بدأ يضربها عشان ما أطيح. يقول فربطوني، يقول فحملوني وحملوا محمد بن نوح وخذوهم في زورق. طبعا الخبر انتشر في الحجاز، في المشرق، انتشر في العراق كلها خبر الاعتزال أن القرآن